منهج العلوم المتكامله نزل ده يعني انت محتاجنا ان احنا نقعد نشرح لحضرتك فيزياء وكيمياء واحياء وجيولوجيا. لا، انا حاسس الموضوع كبير قوي، موضوع كبير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حبايب قلب طلابي ابطال الطعام في مصر كلها، وحشتوني جدا جدا جدا، ويا رب دايما نكون بخير وبصحه وعافيه. الحمد لله بالسلامه يا اخواتي، واهلا بيكم يا كتاكيتنا الصغيرين طلاب اولى ثانوي 2026. حبايبنا، سواء انت كنت طالب بقى ثانويه عامه او حتى طالب بكالوريا، في كلتا الحالتين احنا معانا النهارده ان شاء الله في سنه اولى ماده العلوم المتكامله. عارف طبعا العلوم المتكامله عامله لك صداع كتير وسمعت كتير واقاويل اكتر. ايه يا دوك ده الماده دي فيها فيزياء وفيها كيمياء وفيها احياء وفيها جيولوجيا. ايوه حبيب قلبي، بس ما تقلقش، بفضل الله بفضل الله بفضل الله عز وجل ان شاء الله هنعمل لك كل اللي انت نفسك فيه، وهنخلي لك الماده دي احلى ماده وامتع ماده ان شاء الله في اولى ثانوي، وهتبقى دي الحصه الوحيده اللي انت بتقعد تستناها، تقعد تقول هو التوم هيشرح امتى؟ التوم هيشرح امتى؟ هو التوم هينزل المحاضره امتى؟ التوم هيحل امتى؟ وهدلعك يا دكتور، وان شاء الله تبقى سنه الخير علينا كلنا يا اخواتي. طيب بدايه كده بسم الله الرحمن الرحيم، عايزك تتعلم يا دكتور ان انت من اول السنه كده تستعين ربنا، لان السنه مهمه، سنه قويه، لازم تبدا صح عشان تقدر تفهم كل معلومه بتعدي على حضرتك. سيبك بقى من شغل انا اقعد احفظ، اغفل ياض دقيقه وارجع تاني، اوقف الفيديو او ريكورد واروح مشوار وارجع تاني، شويه بلاي ستيشن ولعبه. خلاص بقى فكك بقى من الكلام ده. انا جيت شرحت، انت تقعد تسمع المحاضره بتاعتك، خلص محاضرتك واعمل اللي انت عاوزه، اطلع حب واخرج وهزر وتفسح، اعمل كل اللي انت عاوزه، بس بعد ما تخلص المحاضره بتاعتك وتخلص اللي عليك يا دكتور. تمام. طيب يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونقول بقى يا دكتور ايه بقى العلوم المتكامله دي؟ العلوم المتكامله يا دكتور هي فعلا ماده بتجمع ما بين فروع كتير جدا، ولكن المهم بالنسبه لنا ان احنا نحاول نوصل لحضرتك ابسط المعلومات واسهل شرح، وكمان احسن حل تقدر يا دكتور بفضل الله عز وجل انك تقفل الماده بتاعتنا بفضل الله، وربنا يا رب يديم علينا نعمه وما يقطعها لنا عاده يا رب. هنبدا النهارده يا دكتور بقى في الجزء بتاع الشرح، ولكن انا عايز اعرف كده شويه معلومات عن العلوم المتكامله يا دوك. يلا بينا حبيبي. السنه اللي فاتت لما جينا نشتغل العلوم المتكامله مع بعضينا، لقينا يا اخواتي ان هي فيها دروس كتيره جدا مشتركه في حاجه معينه ما بينهم كلهم. زي ايه؟ لما جينا نتكلم على اول درس، لان معظم الدرس الاول بيتكلم على الميه والمسطحات المائيه. لما رحت الدرس الثاني لقيته بيتكلم على حاجه اسمها الكثافه وكثافه الميه. شويه انا بيتكلم على حاجه اسمها الضغط والضغط المائي. واضح ان انا قاعد بتكلم على الميه كتير، صح؟ واضح اني بتكلم على الميه كتير. بعد كده يا استاذ رحت دخلت على حاجه اسمها يا دكتور نسب الغازات، الاكسجين والكربون دايوكسيد او ثاني اكسيد الكربون في الميه. رحت اتكلمت على الحراره وتاثير الحراره والمسطحات المائيه والاعماق والضوء. ايه ده ده واضح يا دكتور ان معظم الفصل الاول بيتكلم على الجزء الخاص بالايه؟ بالميه. طب يا دك بقى السؤال مهم يعني، وهي الميه دي بالنسبه لنا حاجه مهمه قوي كده يعني؟ طبعا حبيبي، طول ما في ميه في حياه، مفيش ميه مفيش حياه. والدليل على كده يا دكتور ان لو في ميه على سطح الارض هنلاقي نباتات تستطيع ان تقوم بعمليه البناء الضوئي. طب النبات لما يعمل بناء ضوئي يصنع غذاء وكون نفسه، يجي الحيوان يا دكتور يقوم داخل على النبات، يتغذى على هذه النباتات ويشرب ميه ويقوم بعملياته الحيويه فيعيش. فيجي يا استاذ انت بقى انت كانسان، انت ما بيفرقش معاك، بتاكل اي حاجه بتقابلك، حيوان نبات وتعيش. فاصبح في حياه على سطح الارض للكائنات الحيه من انسان وحيوان ونبات، وكان السبب فيها يا استاذ هو وجود الميه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال يا دكتور وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذا يا دكتور المية هي يا أستاذ الأساس، وهي أهم مكون موجود عندنا على سطح الأرض. لذلك إحنا هنبدأ النهاردة يا أستاذ نتعرف الأول شوية على المية. يعني إيه الكلام ده؟ عايز تعرف إيه يا دكتور؟ والله يا حبيب قلبي أنا عايز أعرف المية دي مثلا يعني دورها إيه؟ نسبتها إيه؟ موجودة فين؟ اتكونت إزاي؟ عاملة إزاي؟ دورها إيه؟ كل ده شوية حاجات خاصة بالمية. فيلا بينا يا دكتور نسمي الله ونصلي على رسول الله ونقول اول دعاءنا الجميل بسم الله. اللهم علمنا ما ينفعنا واغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالصحه والعافيه. يلا بينا يا استاذ نبدا اول حصه كورس تاسيس النهارده مع بعضنا ان شاء الله، ونشوف احنا محتاجين نتكلم على ايه. اولا لو احنا افترضنا كده يا دكتور ان احنا هنتكلم على سطح الارض اللي احنا كلنا عايشين عليه، او يعني ما بنسموه بيه كوكب الارض. كوكب الارض يا استاذ لما نيجي نبص عليه كده الله يبارك لك، هلاقي يا دكتور كده الله يخليك ان انا مثلا كوكب الارض ده
الجزء الاصغر منه، الجزء مين يا استاذ؟ الاصغر منه هو عباره عن اليابس. يعني لما اجي اتكلم عن المنطقه دي كده هقول لك دي يا دكتور عباره عن المنطقه بتاعه اليابس. اليابس دي يا استاذ تشمل ايه؟ تشمل الارض وتشمل الصخور وتشمل الصحراء، الرمال، اي حاجه من دي يا استاذ. انا بتكلم على الجزء بتاع اليابس. لما اجي ابص على الجزء بتاع اليابس كده على كوكب الارض عندنا هلاقيه جزء كبير ولا صغير؟ لا ده عباره عن الجزء الصغير. اذا اكيد مين الجزء الكبير؟ ها قول لي انت كده، مين الجزء الاكبر؟ الميه. فلما اجي ابص على كوكب الارض يا دكتور هلاقي ان الميه تشغل المساحه الاكبر اللي موجوده عندنا على سطح الارض. ايوه انا كده فهمت انت قصدك ايه. انت قصدك تقول لي ان كوكب الارض بتاعنا بيتكون من منطقتين او جزئين. الجزء الاصغر هو عباره عن اليابس، الارض بتاعتنا اللي احنا عايشين عليها وماشيين عليها دي كلها، دي الارض. والجزء الاكبر ده عباره عن الميه. فالجزء الاصغر هو اليابس والجزء الاكبر هي الميه. طب يا استاذ بعد اذنك يعني ايه اكبر واصغر وايه الكلام ده؟ انا عايز كلام علمي محترم شويه. يلا بينا يا دكتور. لما نيجي نبص كده يا استاذ على النسب اللي موجوده عندنا هلاقي ان الجزء الاصغر بتاع اليابس ده هو اليابس مساحته يا اخواتي موجوده على سطح الارض ما يقرب من حوالي 30%. كم يا دكتور؟ 30%. اذا الجزء بتاع اليابس ده هو عباره عن الجزء الاصغر، وده يمثل بالنسبه لنا يا استاذ 30% من سطح الارض. باقي كام؟ ها قول لي انت كده، قول لي، سمعيني يا استاذه وحش الكون، سمعني كده حبيبنا. كام؟ 70. مش انت بتقول اليابس 30%؟ اذا اكيد الجزء الباقي بتاعنا يا استاذ اللي هو عباره عن الجزء بتاع الميه او المسطحات المائيه ده يمثل بالنسبه لنا يا اخواتي كام؟ 70%. لما اجي بقى ابص على النسب اللي قدامي دي كده يا دكتور، كوكب الارض بتاعنا الجزء الاكبر ميه نسبته 70%، بينما الجزء الاصغر اليابس نسبته 30%. ده كده يا استاذ كوكب الارض. طب سؤال يا استاذ بعد اذن حضرتك، يعني هل مثلا لو انا سالتك وقلت لك هل كل الميه اللي موجوده عندنا واحد؟ اكيد لا طبعا، صح؟ لا. ليه؟ اصل احنا يا استاذ عندنا ميه مالحه وعندنا ميه عذبه. اذا اكيد احنا عندنا انواع من الميه. انا بقى هاخد ال 70% دي يا استاذ وابدا اقسمها لحضرتك. ازاي يعني؟ تعالى وانا اقول لك. اول حاجه يا استاذ اقول لحضرتك ان اكبر نسبه من الميه، اكبر نسبه ميه هي يا استاذ تمثل حوالي 97%. دي اكبر نسبه ميه على سطح الارض. تقول لي الله، هو ازاي التهامي بيقول الميه كلها 70% وفي منها 97؟ ده شغل رياضه مش عندي، ولكن تعالى وانا اقول لك دي كلها ال 70%. دي كلها ال 70%. 97% منهم من ال 70% ده يمثل بالنسبه لنا يا استاذ حاجه اسمها الميه المالحه، واقولها لك كمان شويه الماء المالح. طب يا استاذ و1% هيمثل بالنسبه لنا الميه العذبه. اذا انا كده يا استاذ قلت 97% ميه مالحه، 1% ميه عذبه. باقي كام في الميه؟ 97 1 98. باقي كام؟ 2. الاتنين بقى دول يا اخواتي دول احنا هنقول عليهم الجليد. اذا تاني يا دكتور الله يكرم اصلك، واحده واحده عليا وحياه عينيا، وتركز معايا في اللي انا بقوله عشان ما اجي بعد كده اسالك وانزل امتحان يا استاذ وما تجاوبنيش هزعلك. انا ما عنديش يوم ارحميني، هحولك هناك على التشريح عندنا على طول في ثالثه ثانوي. الله يبارك لك. تعالى بقى ركز ويايا تاني. سمي الله، صلى على رسول الله، يلا بينا. استاذ الميه كلها نسبتها كام؟ 70%. اكبر نسبه ميه هي عباره عن الميه المالحه، ودي يا استاذ نسبتها لوحدها 97%. يبقى اكبر نسبه ميه عباره عن ميه ايه؟ مالحه، نسبتها كام؟ 97%. طب يا استاذ اصغر كميه ميه موجوده عندنا هي الميه العذبه. على فكره الميه العذبه كلها عباره عن 3%، ولكن احنا بنقول ان الميه السائله العذبه اللي موجوده على سطح الارض هي عباره عن مين؟ عباره عن الميه العذبه. يبقى انا هقول لك هنا كده الميه العذبه. باقي لك يا استاذ باقي لي منهم 2% اللي هم بقى مين؟ ميه عذبه لكنها متجمده، فبقول عليها مثلا يا استاذ زي ايه؟ الجليد. يبقى الجليد بالنسبه لنا يا دكتور يمثل 2%، بينما الميه العذبه السائله على سطح الارض 1%، بينما الميه المالحه 97%. ده كده نسب الميه اللي موجوده عندنا. طب يا استاذ انا ممكن اعرف امثله للميه المالحه، الميه العذبه، الجليد، الحاجات دي عامله ازاي؟ طبعا.
بص يا اخواتي، لو انا قلت لحضرتك يا استاذ انا هدي لك امثله لانواع الميه دي، فاجي في الامتحان اسالك اديني مثال لميه مالحه، تقول له والله يا استاذ زي مثلا عندنا حاجه اسمها البحار، يبقى لما اقول لك البحار تقول لي ميه مالحه. اقول لك يا دكتور والله عندنا حاجه اسمها المحيطات، فالمحيطات برضه ميه مالحه. او اقول لك البحيرات، بس اسمع بقى، البحيرات يا استاذ موجوده عند الميه العذبه والميه المالحه. فلو بسالك على مثال لميه مالحه تقول لي البحيرات المالحه، وان سالتك على مثال لميه عذبه تقول لي البحيرات العذبه. اذا تاني كده بقى، انا هنا بتكلم على ميه ايه؟ مالحه، يبقى تقول لي البحيرات المالحه. يبقى تاني يا استاذ، امثله الميه المالحه اللي موجوده عندنا على سطح الارض، اكتب يا دكتور، اكتب الله يبارك لك يا حبيبنا، ورقه وقلم واكتب كل الحاجات دي ورايا عشان نحتاجها قدام شويه بعد اذنك. يلا بينا تاني. الميه المالحه زي بحار، زي محيطات، زي بحيرات مالحه. طب انا عايز امثله يا استاذ الميه العذبه، جميل، تقول لي يا استاذ عندنا حاجه اسمها الانهار. تقول والله يا دكتور عندنا حاجه اسمها المياه الجوفيه، اللي هي يعني الميه اللي موجوده عندنا تحت الارض او في باطن الارض او تحت صخور القشره الارضيه. طب بص 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 بص، والبحيرات مين؟ العذبه. ما انا قلت البحيرات دي موجوده عند الاثنين اهو، بس لو كانت عند الميه المالحه تقول لي بحيرات مالحه، ولو عند الميه العذبه تقول لي يا بحيرات عذبه. اذا انا كده اخدت امثله الميه المالحه واخدت امثله مين؟ للميه العذبه، وهوريك دلوقتي صورهم كلها. طيب الجليد بقى، الجليد ده يا استاذ هو عباره عن سقوط الامطار ولكن على شكل قطع من الثلج. حلو قوي. اين يقع الجليد بقى؟ تقول لي يا استاذ موجود على قمم الجبال، وطبعا لو انت عارفين ان هذا الجليد بيتكون في المناطق الايه؟ القطبيه. فاكر كان في حتى في الدراسات عندك كده اقول لك المنطقه القطبيه الشماليه والمنطقه القطبيه الجنوبيه عندها جليد. يبقى يا استاذ اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم، بدانا واتكلمنا يا دكتور مع بعضينا على كوكب الارض اللي احنا عايشين عليه. قلت لك يا استاذ ان هذا الكوكب بتاع الارض بيتكون عندنا من جزئين، الجزء الاكبر عباره عن الميه، والجزء الاصغر عباره عن اليابس. الجزء بتاع اليابس لوحده نسبته 30% الارض والرمال اللي موجوده عندنا، بينما الجزء الاكبر بتاع الميه ده نسبته يا استاذ 70% لوحده. ال 70% دول اكبر حاجه فيهم هي عباره عن الميه المالحه، ودي نسبتها 97%، وتمثل البحار، المحيطات، البحيرات المالحه. طب يا استاذ الواحد في المية عباره عن ميه عذبه من انهار، من مياه جوفيه، من بحيرات عذبه. طب يا استاذ 2% اللي باقيين دول ده عباره عن قطع الثلج، الجليد، المياه المتجمده على قمم الجبال، المرتفعات، في المناطق القطبيه. اوعى تنسى انا كل حاجه من دول هوريك صورها، مش هسيبك، فركز معايا لاخر المحاضره وان شاء الله تطلع لامم كل اللي انا بقوله لك ده. طب يا استاذ بقى الله يبارك لك، لو انا حبيت بقى ابص اهو، ادي يا عم اهو قدام عينيك اهو ما جبتش حاجه من عندي اهو والله العظيم، ادي يا استاذ كوكب الارض بتاعنا. لو جيت تبص على اكتر حاجه موجوده عندنا هتلاقي اللون الازرق، اللون الازرق هو اكتر حاجه موجوده عندنا على سطح الارض. بص ده كله لون ازرق، ده كله لون الازرق، فاللون الازرق كله عباره عن مين؟ الميه اللي انت قلت لي يا استاذ قد تكون عباره عن مياه مالحه، قد تكون عباره عن مياه عذبه، قد تكون عباره عن الجليد. ادي يا استاذ الميه اللي موجوده عندنا اهي وشكلها كلها اهي. بينما بقى مين ده يا استاذ؟ ده عباره عن اليابس، اليابس الارض اللي انت قلت نسبتها كلها كام؟ 30%، بينما دول كلهم نسبتهم كام على سطح الارض؟ 70%. اذا انا عندي يا استاذ على سطح الارض 30% يابس ارض، ولكن 70% منهم عباره عن الايه؟ عن الميه. طب سؤال يا دكتور، انا عايز اعرف هي ازاي اصلا الميه دي اتكونت على سطح الارض؟ يعني ايه؟ يعني مش انت بتقول لي عندي بحار ومحيطات وبحيرات وانهار؟ جت ازاي؟ اتكونت ازاي؟ تعالى وانا اقول لك يا واد. بص يا باشا، لو انا افترضت ويا حضرتك دلوقتي يا اخواتي ان انا هتكلم مع حضرتك على سطح الارض. سطح الارض بتاعنا ده حبيبنا هو عباره عن تضاريس. هذه التضاريس يا استاذ إشي مرتفعات وإشي منخفضات. يعني ايه الكلام ده؟ تعالى وانا اوري لك. لو انا جيت كده يا دوك رسمت لحضرتك مثلا يعني ادي يا استاذ التضاريس، ادي سطح الارض. شويه اقول لك انا عندي مرتفع، شو اقول لك انا عندي منخفض. ادي يا باشا سطح الارض بتاعنا، ادي المرتفعات وادي المنخفضات وهكذا.
ونبدا نتكلم بالمنظر ده. بص يا معلم، كل اللي انا رسمه لك ده هو عباره يا استاذ عن الجزء بتاع اليابس، الصخور، الارض، المرتفعات، المنخفضات. شايف عامله ازاي؟ اهو ده كله عباره عن الجزء بتاع اليابس. فين يا استاذ الميه على سطح الارض؟ اتكونت اصلا الميه دي ازاي؟ جت منين يا اخواتي؟ تعالى وانا اقول لحضرتك. بص يا قلبي، احنا عندنا يا استاذ حاجه اسمها السحب. حتى انا جايب لك، بص راجل عنده سحب ازاي. بص كده، ادي يا برنس الليالي يا رمانة الميزان السحب. ادي سحب موجوده عندنا اهي. انا يا استاذ بقول لحضرتك ان السحب ده اهي بتكون جواها ميه اهو. ادي ميه. طبعا سالتني طب يا دوك هي الميه دي جت منين؟ هقول لك بعدين. تاني ادي في ميه اهي. ولكن يا استاذ احيانا بيكون في ميه عندنا على سطح الارض ويحصل لها عمليه تبخر نتيجه ارتفاع درجه الحراره. ولكن انا مش عايز اخش القصه دي دلوقتي خالص. الحصه الجايه ان شاء الله او المحاضره الجايه او الفيديو الجاي هشرح فيه كل الكلام ده. ولكن المهم بالنسبه لي دلوقتي السحب دي يا استاذ ماشيه محمله بميه، بتبدا تتحرك من قاره الى قاره، من منطقه لاخرى، لحد يا استاذ ما تبدا تحدث عمليه عندنا تسمى بعمليه سقوط الامطار. سقوط الايه؟ الامطار. اسمها سقوط ايه؟ امطار. علميا تسمى بهطول الامطار. يا باشا انت لسه في اولى ثانوي عيل ورور يعني، مشيها معايا سقوط امطار دلوقتي، وقدام شويه بقى نغير الاسم بتاعها. بص بقى يا حاجنا استاذ، لو السحب دي عملت كده سقوط امطار 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 اهو، تبدا تنزل تملى هذه المنخفضات. صح؟ استاذ السحب دي لو قعدت تنزل منها امطار، هتنزل تحت تملى هذه المنخفضات. صح؟ اهو بدا يتكون ميه، بدا يتكون على سطح الارض. استاذ السحب دي قعدت تنزل ميه 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 ميه، الميه دي نزلت هنا وبدات تجري كده، يحصل لها سريان جريان بنفس المنظر ده. طب ما ده برضه عباره عن مسطح مائي. والله العظيم صح. ايه ده يا استاذ؟ واخد بالك ان الميه بدات تتكون على سطح الارض اهو؟ طب بص كده. طب ما هو احيانا يا استاذ مثلا سطح الارض بتاعنا دي او السحب بتسقط الميه ولكن على شكل قطع من الثلج. فتبدا يا استاذ الميه اللي موجوده عندنا تتجمع هنا على مين؟ على الجبال. وطبعا بسبب درجه الحراره منخفضه جدا في المناطق القطبيه اللي ممكن تبقى صفر او تحت الصفر، بيبدا يحصل عندنا هنا يا استاذ تجمد للميه دي كلها. فيجي يقول لك يا استاذ بقى اين يقع هذا الجليد؟ تقول له على قمم الجبال، طبعا في المناطق الايه؟ القطبيه. يبقى الجليد يقع على قمم الايه؟ الجبال. طب بص يا واد عشان انا بحبك هديك كمان نوع ميه مهم جدا. بص كده، انا هكمل معاك اهو صخور القشره الارضيه او الارض. بص بقى، احيانا بيكون عندنا يا اخواتي كده حاجه اسمها كسر او تشقق او فتحه او مسام في صخور القشره الارضيه. فمعرضه يا استاذ يا دكتور يا حبيبنا ان الميه دي لما تبدا تنزل كده ويحصل لها سقوط بنفس المنظر ده كده، تبدا الميه يا ولاد تنزل هنا. بص وتمشي تنزل من خلال المسام. ان الميه نزلت من خلال المسام بدات تنزل تحت كده، تتكون تحت هنا تحت الارض، تعرف باسم حاجه اسمها المياه الجوفيه. الله الله يا دكتور، ايه ده؟ واضح يا باشا ان سطح الارض بتاعك كله بقى مليان ايه؟ ميه. ولكن طبعا ايش ميه اتملت في المنخفضات، ايش ميه نزلت على منحدرات، ايش ميه مجمده نزلت على الجليد، ايش ميه نزلت تحت صخور القشره الارضيه من خلال المسام، الفتحات، التشققات، اي حاجه، كسر، اي حاجه من ده تبدا الميه تنزل تحت هنا. طب يا دوك الرسمه تجي لي في الامتحان؟ طبعا تجي لك في الامتحان. طب يقول لك يا استاذ اي حاجه من دي شاور لك على سهم هنا او هنا او هنا، يقول لك ماذا يمثل القطاع رقم مثلا كذا. بص كده اشاور لك هنا اقول لك مثلا سمي لي ده اسمه ايه؟ طب يا استاذ ده اسمه ايه؟ طب ممكن تقول لي ده اسمه ايه؟ طب ممكن تقول لي اللي موجود هنا ده اسمه ايه؟ طب ممكن تقول لي ده ايه؟ اسمع ده ممكن كمان يجي يقول لك هنا العمليه اللي بتحصل قدام عينيك ده ايه اسمها عمليه ايه؟ او يجي يقول لك ماذا تمثل العمليه رقم واحد؟ العمليه دي عباره عن ايه؟ بيحصل فيها ايه؟ طب ما يلا دوك كده نسمي الله، نصلي على رسول الله، ونكتب كل البيانات بتاعتنا. يلا بينا يا باشا. واحد، هقول لك يا استاذ مثلا انا هسمي لك دي بحاجه اسمها بحار. انا هسمي يا دكتور بحاجه اسمها المحيطات. انا هسمي دي يا دكتور بحاجه اسمها انهار. من الاخر لو اخدت بالك انا برسم لك مسطحات على القشره الارضيه،
استاذ ماذا يمثل هذا الشكل؟ تقول لي الجليد. اين يقع الجليد؟ على قمم الجبال في المناطق القطبيه. طب تعالى هنا، مين دي يا استاذ؟ المياه الجوفيه. يلا يا واد، لو سالتك التهامي من شويه قال لي المياه الجوفيه موجوده فين؟ تحت الارض، في باطن الارض. بص 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 اهو، قول لي في باطن الارض او تحت صخور القشره الارضيه. ليه؟ اصلها تسربت من خلال هذه الايه؟ المسام. طب العمليه اللي بتحصل دي اسمها عمليه ايه؟ اسمها عمليه سقوط الامطار. ايه مالك؟ اهو سقوط امطار. اذا تاني يا استاذ، الله يبارك لك، تاني معلش يا حبيبنا، قلت لحضرتك الارض بتاعتنا مليانه تضاريس من جبال وهضاب بتسمى مرتفعات، ومن منخفضات قد تكون عباره عن بحار، بحيرات، انهار، اي ميه. استاذ اللي بيحصل ان هذه السحب بتكون محمله من الداخل بالميه. تبدا هذه السحب تتحرك من قاره لقاره، من منطقه لاخرى، لحد يا استاذ ما يبدا يحين سقوط هذه الامطار. تبدا الامطار دي يا استاذ تتساقط، فتبدا تملى هذه المنخفضات يا استاذ تحت الارض او على سطح الارض. لو ملت هذه المنخفضات تكون زي ما انت شايف كده من بحار ومحيطات وانهار، أو تنزل على الجبال في مناطق القطبيه فيسمى بالجليد، او تنزل تحت صخور القشره الارضيه فتسمى بالمياه الجوفيه. في كل الحالات اللي قدامك دي انا في الاخر كسبان يا استاذ، كسبان حضرتك ان احنا دلوقتي اصبح عندنا على سطح الارض ميه. طالما بقى في ميه، تيجي بعد كده يا استاذ بقى نباتات تمتص هذه الميه، وطالما النباتات دي قدرت تمتص الميه، يجي يتغذى عليها بقى مين يا دكتور؟ واحد يجي يتغذى عليها حيوان، او يتغذى عليها الانسان. حتى احنا نفسنا ما بنسكتش، احنا كمان بنتغذى على مين؟ على الحيوانات. لا لا لا، والنبات اللي هناك ده يا عيني النبات يقدر يقوم بعملياته الحيويه، يا زي مثلا عمليه البناء الضوئي. ما النبات ده يا اولاد عشان يعمل بناء ضوئي، بص يا اولاد، بص كده، هنكبر شويه بس بمعلومتين صغيرين ولكن برضه محتاجهم في المحاضره الاولى. النبات ده عشان يعمل بناء ضوئي بيحتاج انه ياخد من التربه حاجه اسمها الميه والاملاح. ماشي؟ الميه والاملاح اللي امتصاها ديت هيجيب ميه منين اصلا الا لو كان في ميه موجوده عندنا يا استاذ على سطح الارض. اذا الميه هي الاساس في حياه الكائنات الحيه، فطول ما في ميه في حياه، مفيش ميه مفيش حياه. كده يا استاذ انا كونت لحضرتك كل المسطحات المائيه اللي موجوده يا دكتور على سطح الارض بتاعتنا، من بحار ومحيطات وانهار وجليد ومياه جوفيه. طب يا استاذ الله يبارك لك بقى، تعال نبص ونتعرف عليهم مع بعضينا كده. تعالى كده يا ولد، تعالى بص كده. حبيبنا الله يبارك لك بيقول لك دي عباره عن جزر. يعني ايه؟ جزء من الرمله حوالين منها ميه تسمى بالجزر، والجزيره فيها ميه. الجبال ده عباره عن جزء من اليابس اللي موجود عندنا، ادي الجبال. السهول ما هي برضو عباره يا استاذ عن الجزء بتاع اليابس. الانهار، ادي الانهار اهي، ميه منحدره بيحصل لها سريان. الصحراء ده عباره عن الجزء بتاع اليابس. الهضاب، الجبال، المرتفعات ده عباره عن يابس الا لو ما كان عليه ميه. المحيطات ميه، البحيرات ميه. ادي سطح الارض بتاعنا كله مليان من جبال وهضاب ومرتفعات ومنخفضات وبحار وبحيرات. ياه، كل ده موجود عندنا اصلا فين؟ على سطح الارض بتاعنا. جميل قوي 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 الكلام ده يا استاذ. يلا بينا نخش على الجزء اللي بعده. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا جماعه؟ ايه المنظر ده؟ ايه يا جماعه الكلام ده؟ ايه الحاجات دي؟ ده برضه حاجات نوريه لطلبه اولى ثانوي؟ ينفع؟ مؤاخذه اخواتي يعني، والله احنا اسفين قوي. المنظر اللي انت يعني خب طبعا خب اهو. بص بقى على الرسومات اللي قدامك دي. احنا عندنا ايه يا اولاد؟ عندنا هنا مثلا كبد، عندنا غده، عندنا بنكرياس، عندنا يا استاذ امعاء غليظه، عندنا يا استاذ مش هينفع اقول دول، عندنا كليه، عندنا رئه، مش هينفع برضه. انت عايز ايه؟ انا عايز اقول لك يا استاذ ان الجسم بتاعنا ده بيتركب من حاجات كتيره قوي، من اعضاء، من خلايا، من انسجه، من عضيات. عندنا حاجات كتير قوي قوي قوي. تعالى يا استاذ نخبي بس كده ونقلب السلايد دي اهو. ايوه تعال بص بقى كده. استاذ الله يبارك لك، لو جينا بصينا على الشكل اللي قدامك ده، هاي بقول لك هاي باي يعني، ده عباره عن هيكل عظمي لكائن حي. انا عايز اعرف بقى هو الجسم بتاعنا ده عباره عن ايه يا دكاتره؟ يعني ايه؟ يعني لما اجي اقول لك هو الجسم بتاعك ده بيتركب من ايه يا دكتور؟ اوه استاذ انت جسمك ده مليان من جوه باجهزه كتير. الاجهزه دي اللي بتعمل وظائف جسمك كلها يا واد. يعني ايه يا دكتور؟ معلش مش انا صاحبي،
قصدي اقول لك يا حبيبنا ان انت عندك جسمك مليان باجهزه اجهزه اجهزه، كل جهاز بيقوم بوظيفه معينه. زي ايه يعني؟ اكتب الاول اهو: الجسم يتركب من الاجهزه. معلش يا استاذ قول لي كده، زي مين يعني الاجهزه دي؟ يلا بينا. بص يا اولاد، دكتور انا عايز امشي. طب ما تمشي. لا، انا عشان امشي يا استاذ بحتاج ان اعمل عمليه اسمها عمليه الحركه. وعمليه الحركه دي عشان تحدث محتاجه حاجتين: الاولى محتاجه عضله عشان يحصل لها انقباض وانبساط، انقباض وانبساط، انقباض وانبساط، ده يسمى بجهاز عضلي. رقم اتنين اهو: انقباض انبساط، انقباض انبساط. يور هارت بتاعك يا واد، قلبك قاعد يعمل بوم تك بوم تك بوم تك، ما ده اسمه انقباض وانبساط. اذا يا استاذ عشان اعمل انقباض وانبساط محتاج لجهاز عضلي، وعشان امشي كده واعمل على مرتكز من العظام بتاعتي او العضلات بتاعتي فانا محتاج يا استاذ الى جهاز هيكلي. يبقى احنا عشان نعمل حركه محتاجين جهازين بيشتركوا مع بعض: الجهاز الهيكلي والجهاز العضلي، غير طبعا الجهاز العصبي اللي بيبعت رسائل عصبيه واشارات. دي مش مشكلتك انت خالص دلوقتي. طيب اتنين: استاذ ما انت فاتح بقك كده ليل ونهار، ليه؟ بتاخد يا استاذ غازات، ايش تاخد؟ اكسجين، اتخرج ثاني اكسيد كربون. الغازات اللي داخله واللي خارجه دي داخله عن طريق مين؟ جهاز ايه؟ تنفسي. تقدر تعيش من غير الجهاز التنفسي؟ لا. فالجهاز التنفسي او الريسبيراتوري سيستم بتاع حضرتك ده هو اللي قاعد بياخد الغازات اللي داخله واللي خارجه عشان تعمل شهيق وايه؟ وزفير. ادي جهاز مسؤول عن التنفس. استاذ نعم، انا بحس ايه؟ بحس ازاي يعني؟ استاذ بحس بالحراره، بالبروده، بالضغط، بالبين، الالم، الوجع. اهو اي احساس عند حضرتك يا دكتور معناه ان انت عندك جهاز اسمه السي ان اس او سنترال نيرفس سيستم او الجهاز العصبي المركزي، المخ والحبل الشوكي اللي بيخرج اشاراتهم. اذا انا عايز اقول لك حاجه واحده: كل جهاز في جسمك له وظيفه. فالجهاز الهضمي بيعمل هضم، والجهاز التنفسي بيعمل تنفس، والجهاز العضلي والهيكلي مسؤول عن الحركه. يا استاذ ده احنا، والجهاز البولي بيعمل اخراج. يعني احنا جسمنا كله مليان اجهزه. طب الاجهزه دي بقى جواها ايه يا دكتور؟ جواها حاجه اسمها الاعضاء. يعني ايه الكلام ده؟ تعالى وانا اقول لك. حبيبنا لو جينا كده مثلا قاعد اهو، ده جهاز ايه؟ هضمي. فالجهاز الهضمي عندي منه اعضاء زي الفم، البلعوم، المريء، المعده مع دقيقه مع غليظه، دي كلها اسمها اعضاء. فتعالى المعده عضو، ماشي، فين؟ في الجهاز الهضمي جوه الجسم بتاع حضرتك. شفت يا استاذ انا برتبها لك ازاي؟ فمثلا اهوت لو حبيت اقول لك مثلا عندنا اعضاء، فاقول لك مثلا زي المعده. والمعده دي يا استاذ موجوده عندنا فين؟ موجوده عندنا مثلا جوه جهاز شكل الجهاز اهو الهضمي عشان وانت بتذاكر. طب نكمل يا دكتور. الاعضاء دي مثلا، طب مين دول؟ ايه دول؟ رئه، صح؟ رئتين. فالرئه عضو في الجهاز التنفسي جوه جسمك. اذا يا دكتور كده حضرتك اهوت واضح قدام حضرتك ان الجسم بتاعك يتركب من مجموعه اجهزه، وكل جهاز يحتوي من جوه على اعضاء. طب انت بقى يا اعضاء بتتركبي من ايه؟ قال لك يا استاذ والاعضاء بتتركب من الانسجه اهو. طبعا الانسجه دي حوارها كبير شويه عشان احنا عندنا انسجه موجوده عند الانسان وعند الحيوان وعند النبات. ولكن يا دكتور الانسجه دي عندي منها نسيج زي نسيج ضم اصيل ونسيج ضم هيكلي ونسيج ضم وعائي، حاجات كتير قوي. ولكن انا بعتبر بالنسبه لي ان اشهر انواع الانسجه، ولكن ناخدها في النبات. اشهر انواع الانسجه اللي موجوده فين؟ في النبات. النبات. بص يا اولاد، من اشهر انواع الانسجه اللي موجوده عند النبات، وطبعا ده جزء بقى احياء صرف كده، هنسمع عنه يا استاذ من اولى لحد ما توصل ثالثه ثانوي. يعني حتى في ثانويه عامه في ثالثه ثانوي هتسمع برضه يا استاذ عن الجزء بتاع النبات ده. فالنبات ده بيحتوي على نوع معين من الانسجه تسمى بالانسجه النباتيه البسيطه والمركبه. سيبك من الكلام بسيط مركب ده، بس تبقى عارف ان النبات ده بيحتوي على نوع من الانسجه كده. اشهر انواع الانسجه عندنا يا استاذ شكل النسيج حاجه اسمه نسيج البارنشيمي. عندنا يا دكتور نسيج اسمه الكولانشيمي. عندنا نسيج يا دكتور اسمه نسيج الاسكالرانشيمي. تقعد تقول لي اي والله عليكم. بص يا اخواتي، الانسجه ده يا اولاد اللي موجوده عند النبات ده مشهوره جدا جدا جدا. هتفضل تاخدها من سنه اولى لحد ما توصل ثالثه ثانوي ان شاء الله.
ولما اجي انت يا طالب سنه اولى اشرح لك الجزء ده هتلاقيني قاعد اقول لك بارنشيمي كولانشيمي سكالارانشيمي. ايه ده؟ الحاجات دي عندنا؟ اه العظيم عند حضرتك، والله في منهج حضرتك. اخواتي في الكورسات اللي اشتغلناها كلها في الجيزه، في كل محاضره انا قلتها في كل حته في الجيزه من اولها لاخرها انا قلت الانسجه دي، وسبحان الله نزلت الانسجه دي في المنهج بتاع حضرتك لانها انسجه مهمه. يبقى لما اقول لك على حاجه مهمه لازم أن تركز فيها، موجوده عند حضرتك. فكل حته من ديت يا استاذ انا بشرحها لك تكتبها ورايا وتعرفها كويس. طب نكمل بقى. الانسجه بقى يا دكتور دي بتركب من ايه؟ الانسجه يا دكتور بتركب من حاجه اسمها الخلايا. وطبعا طبعا طبعا انت عارف الخلايا دي، ودرست هذه الخلايا في اعدادي صح يا صاحبي؟ خدنا الخلايا دي في اعدادي. عرفنا الانسان والحيوان عنده نوع من الخلايا تسمى بخلايا حيوانيه، اهو حيوانيه. وعرفت ان النبات عنده خلايا تسمى بخلايا نباتيه، وبرضه هنشوفها ان شاء الله يا استاذ منهج حضرتك. يبقى جسمنا بيتركب من اجهزه، والاجهزه تتركب من اعضاء. تعال تعال تعال. والاعضاء تتركب من انسجه، والانسجه تتركب من خلايا. اذا يا استاذ ادي ترتيب الجسم بتاعك. الخليه دي كنت بتسمع عنها انت في اعدادي، يقول لك وحده بناء الكائن الحي. فوحده بناء الكائن الحي تقول لي مين يا استاذ؟ الخلايا. طب هل الخلايا دي يا استاذ بتركب من حاجات هي كمان؟ ايوه طبعا. عندنا حاجات يا استاذ كمان اصغر من الخلايا تسمى ب العضيات. مين؟ عطيات؟ عضيات بالضاد. العضيات دي يا اولاد يا تصغير. عارف لما كنت في العربي كده يقعد لك كتاب كتيب، شجره شجيره، نواه نويه، عضو عضي، اعضاء عضيات. دي يا استاذ الحاجات اللي موجوده جوه الخلايا بتاعتنا. عندنا منها حاجات كتير برضه هتسمع عنها السنه دي. زي مين يعني يا استاذ؟ على ما اقول لك يا صاحبي. هنسمع يا دكتور عن حاجه اسمها الميتوكوندريا، هنسمع يا دكتور عن حاجه اسمها الفجوات، هنسمع يا دكتور عن حاجه اسمها حاجات كتير جدا يا استاذ. وعند النبات عنده بلاستيد خضراء، وعندنا اللايسوسومات، حاجات كتير قوي من هذه العضيات. وهنسمع عن والنواه. طبعا ده النواه دي كانت حاجه مشهوره قوي عندك. استنى، النواه فجوات النواه. اكتب الحاجات دي كلها مهمه. الحاجات دي كلها هتلاقيها موجوده عند حضرتك. اذا جسم حضرتك يتركب من اجهزه، والاجهزه تتركب من اعضاء، والاعضاء تتركب من انسجه، والانسجه تتركب من خلايا، والخلايا تتركب من عضيات. طب هل في حاجات اصغر من العضيات؟ ايوه في. مين؟ المفروض تبقى عارف يا استاذ ان احنا عندنا كمان حاجه اسمها الجزيئات، واخدها في اعدادي. وان هذه الجزيئات تتركب من حاجه اسمها ذرات. فاكر كلمه ذرات؟ وحده بناء الماده. اهو يا استاذ اصغر مكون اهو وحده بناء الماده اللي موجوده عندنا. ده كده يا استاذ هو ترتيب الجسم بتاع حضرتك من اكبر حاجه لحد اصغر حاجه. طيب يعني الجسم ده في الحاجات دي كلها؟ طب معلش يا استاذ يعني امورنا حبيبي، ممكن اشوف؟ شوف ايه؟ اشوف يا استاذ الاجهزه اللي انت بتقول عليها دي؟ الله يبارك لك. تعالى يا باشا اوريها. انا هخبي عليك؟ هقول لك كل حاجه يا دكتور. تعالى يا باشا سيبك من ده، يلا بينا. تعال بص كده. ادي يا استاذ اجهزه كتير اهي قدام حضرتك. مش احنا قلنا الجسم اتركب من اجهزه؟ اجهزه كتير. مثلا هنا بتكلم على ايه يا استاذ؟ بتكلم على حاجه اسمها الريسبيراتوري سيستم. يعني ايه؟ يعني بتكلم على الجهاز التنفسي اهو. استاذ مين ده؟ ده السكيلتال ماسل اللي انت بتقول عليه الجهاز الهيكلي. مين ده يا استاذ؟ انا هنا بتكلم على مين؟ انا بتكلم على حاجه اسمها الماسل سيستم او الجهاز العضلي. دي كلها اجهزه. استاذ مين ده؟ ده يا استاذ الدايجيشن سيستم او الجي اي تي اللي هو الجهاز الهضمي في جسم حضرتك. يبقى ده عباره عن الجهاز الهضمي. مين ده يا استاذ؟ ده عباره عن البلاد سيركيوليشن الدوره الدمويه، وده عباره عن مجموعه من الاوعيه الدمويه مع القلب. يعني انا بتكلم هنا على الجهاز الدوري اهو. دي كلها اجهزه. شايف جسمك مليان اجهزه ازاي؟ جسمك كله مليان اجهزه من جوه. طب يا دكتور لو انا حبيت ادخل بقى جوه الاجهزه دي هلاقي ايه؟ هلاقي اعضاء اهو. اعضاء انتم يا جماعه انتوا في ايه؟ نفس الرسومات يا جماعه. دي طلبه اولى ثانوي، اولى ثانوي. بصوا يا اخواتي الله يبارك لكم، معلش بقى يعني اكبروا بقى معانا، هتبقوا دكاتره بقى فلازم نشوف كل حاجه وانا بصراحه بقول كل حاجه مش هخبي عليك. تعال ركز معايا بقى. استاذ المخ، ما ده يا استاذ عباره عن عضو. القلب عضو، المعده عضو، الكليتين عضو، امعاء عضو،
كبد عضو، رئتين عضو. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ وكل عضو من دول موجود في جهاز معين لوظيفه معينه. بس عشان خاطر حبايبنا الشباب ما تزعلش ان احنا قاعدين نجيبوا صورهم هم، انا قررت كمان ان احنا نجيب صوره كمان لبناتي. يعني ما حدش احسن من حد، جبنا للولاد نجيب للبنات. حدش احسن من حد. بص كده يا واد، بص يا واد، بص، الله الله، الله اكبر. بص يا اخواتي ما شاء الله عليكم. اهو يا استاذ، ادي جهاز تنفسي، ادي معده عند حضرتك في الجهاز الهضمي، ادي الجهاز البولي اكسكريشن سيستم، ادي الامعاء الغليظه اللي موجوده في الجهاز الهضمي، ادي الكبد، ادي القلب. يا باشا ده احنا عندنا ما شاء الله اعضاء كتيره جدا. يبقى احنا كده يا استاذ اتكلمنا على تركيب جسم حضرتك كله، عرفت الاجهزه بتاعته، عرفت اعضائه، عرفت الانسجه، عرفت الخلايا، عرفت العضيات، عرفت الجزيئات والذرات. طب معلش يا استاذ، هو انت ليه بتقول لي ده كله؟ انك لازم تكون عارف ان الجسم بتاعنا احنا يا اولاد بتحدث فيه مجموعه كبيره من العمليات الحيويه. عمليات ايه؟ حيويه. ولو طالما قلت عمليات حيويه يعني بتحدث داخل جسم الكائن الحي. جسمنا بيعمل حاجات كتير جدا من التنفس والاخراج والاحساس والحركه والتكاثر، دي كلها اسمها عمليات ايه يا اولاد؟ عمليات حيويه. طب يا استاذ النبات بيعمل زينا؟ والله العظيم بيعمل بناء ضوئي وبيعمل اخراج، اللي احنا نسمع بعد كده عن حاجه اسمها النتح، هناخدها ان شاء الله قدام شويه يا استاذ في الدرس الاول بتاع حضرتك. طيب ادي يا استاذ الترتيب اللي انا قلت لك عليه اهو. مين ده يا استاذ؟ مين ده؟ جسم حضرتك انت يا صاحبي. اهو يا صاحبي الجسم اهو. الجسم ده متركب من ايه؟ اجهزه، والاجهزه تركب من ايه؟ اعضاء زي المعده. طب يا استاذ الاعضاء عندنا فيها انسجه، نسيج طلائي بقى ونسيج مش عارفه ايه حرشفي وهكذا. استنى ونسيج عمادي وهكذا. طب تعالى هنا عندنا حاجه اسمها خلايا. الخليه جواها عضيات، الميتوكوندريا دي اللي هي عضيات، ده عباره عن نسيج وده عباره عن عضيات زي الميتوكوندريا، وادي جزيئات وادي الذرات. ده كده تركيب الجسم بتاع حضرتك يا استاذ. يعني بيتكون من ايه او بيتكون ازاي؟ يلا بينا بقى يا اولاد نتكلم على الجزء بتاع حالات الماده. يعني ايه يا دكتور الكلام ده؟ عايز اعرف حالات الماده اللي موجوده عندنا دي ايه او عامله ازاي. بمعنى انا وانت عارفين وسمعت عنها قبل كده في اعدادي، على فكره مش اول مره، ان احنا عندنا يا اخواتي 3 حالات من الماده. ها صح ولا انا غلطان؟ ممكن تقولهم لي كده؟ ايه هما؟ صلب، سائل، غاز. صح. ال3 حالات بتوع الماده دول يا دكتور اللي انت درستهم قبل كده، احنا بس محتاجين نقول كام جمله صغيره عليهم الله يبارك لك. فبعد اذنك كده نسمي الله، نصلي على رسول الله، يلا بينا. يلا ماليني تاني. ايه حالات الماده؟ 1 صلبه. صح، انا بكتب وراك اهو، صلبه. 2 عندي حاله سائله. 3 سمعني يا صاحبي، غازيه. يبقى احنا كده عندنا كام حاله للماده؟ 3. انا عايز بقى يا دكتور اقول كام جمله مهمه جدا لتحويل الحالات دي لبعضها. ازاي اقدر احول الحالات دي من سائل لصلب، من سائل لغاز؟ عايز اعرف اعمل الكلام ده ازاي. تعالى وانا اقول لك. اول حاجه يا استاذ تعالى نتكلم عن الحاله السائله. لو انا يا استاذ جبت لحضرتك كده اناء، الله يبارك لك، اناء او حله، ومليت لك يا استاذ هذا الاناء اللي موجود عندنا ده بالميه السائله، ميه سائله سائله سائله، ممكن تقول لي يا دوك هي امتى اصلا تبقى الميه دي ميه سائله؟ قول لي كده امتى تبقى ميه سائله؟ اولا تبقى ميه سائله يا استاذ لما تبقى في درجه حراره الغرفه العاديه. يعني ايه درجه حراره الغرفه؟ يعني اي حد فينا لو قاعد دلوقتي في الاوضه بتاعته معاه ميه، يعني مثلا بص كده اخويا عبد الرحمن، الله اكبر عليك، بص ولا بص، دي ميه يا استاذ سائله. ليه؟ انا قاعد بقى في الاوضه بنفس المنظر ده. الميه دي يا دكتور حتى لو نازل من بيتي مجمده وتلج وجيت قعدت بيها جنبي في السنتر شويه كده في الدرس بتاعي، هتلاقي بعد شويه يا استاذ هتتفكك ويتحول الى حاله ايه؟ سائله. اذا طول ما الميه في درجه حراره الغرفه هي في حاله سائله. الله اكبر عليك، ثانك يو خالد عبد الرحمن. اذا يا استاذ اول حاجه عندنا ان الميه تكون في درجه حراره الايه؟ الغرفه. فطول ما الميه في درجه حراره الغرفه اذا هي في حاله سائله. طب انا بقى قلت لك يا دوك بعد اذنك ممكن تيجي على الميه اللي قدامك ده اهي وتعمل لها عمليه تجمد؟ ينفع عادي، بس بشرط ان انا اعرضها الى حاجه اسمها 0 درجه. يعني ايه 0 او تحت الصفر؟ معناه اني بعمل، انا عارفك يا وهاب، اكتب 0. لو عرضت الميه الى 0 درجه او تحت الصفر هتحول في الحاله دي الى حاله ايه؟ حاله ايه؟ صلبه، لانها هتكون مين؟ الجليد. فلو جيت ده كده بص كده، احنا قلنا هنا ايه؟ قلنا يا استاذ التجمد، قلت التجمد، والتجمد ده يحدث عند كام؟ 0 درجه. التجمد اللي موجود عندنا ده يا استاذ لو حصل عند ال0 درجه يحول الميه الى حاله ايه؟ صلبه. فلو جيت ابص الاناء بتاعنا، بص الاناء اهو، نيجي نبص بقى على الميه اللي موجوده عندي جوه،
تبص تلاقي يا استاذ في مكعبات من الميه لانها تحولت الى حاله ايه؟ صلبه. فالتلج ده بص، شوف التلجيه عامله ازاي، بص التلجيه عامله ازاي، بص التلجيه عامله ازاي اهو، صلب تلج، بص الشكل الصلب، بص السائل، دي ميه سائله موجوده في الكوبايه زي وريتها لك، لكن دي ميه ايه؟ صلبه. تيجي نشوف الميه الصلبه بتاعتنا او الجيب بتاعنا، تعالى يا باشا بص كده يا باشا اهو، تلجيه اهي 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 ايه؟ تلجيه. التلج ده يا استاذ معناه ان اصبحت عباره عن ماده ايه؟ صلبه، فحولتها من حاله سائله الى حاله صلبه لما عملت لها تجمد، عرضتها الى 0 درجه او تحت 0 درجه. يلا بينا. طيب تعالى يا استاذ بقى كده بعد اذنك نخش على الناحيه الثانيه. لو انا جيت بقى عند الاناء ده اللي هو فيه ميه ايه؟ سائله، وهتنسى، وقمت يا استاذ معرض هذا الاناء اللي موجود عندنا، ولكن عرضته الى حاجه اسمها غليان. يعني ايه؟ يعني عملت له حاجه اسمها تبخر. فالغليان او التبخر يا اخواتي بيحصل عند كام؟ يحدث عند 100 ايه؟ درجه. يبقى عند 100 درجه يحدث غليان الميه، فالميه اللي موجوده عندنا يا استاذ تبدا تتحول الى حاله غازيه. تعالى تعالى تعالى، ادي الاناء اللي موجود عندنا اهو. اناء والحله بتاعتك دي كميه الميه اللي فيها يا استاذ كتيره ولا قليله يا صاحبي؟ قليله. طب ليه الميه اللي فيها بقت قليله؟ عشان خاطر حضرتك حصل للباقي عمليه ايه؟ تبخر. بدا يحصل، بص 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 بص، الله، تبخر للميه. طبعا زمانك دلوقتي قاعد تقول الله، وهو الدك بقى دلوقتي هيعمل تبخر ازاي؟ دورين الميه وهي في حاله سائله، وريني الميه وهي في حاله من التجمد، ازاي بقى يا دك هتعمل البخار؟ صعبه صح؟ تيجي نشوف؟ يلا بينا يلا بينا يلا يا دكتور. تعال نبص كده. لو انا جيت لحضرتك كده وقلت لك ده عباره عن ترمس يعني، الترمس اللي موجود عندنا ده لو انا جيت يا استاذ مثلا حطيت فيه ميه حصل لها غليان. يعني ايه ميه حصل لها غليان؟ يعني عند 100 درجه. فنبص، الله الله الله، بص بخار، بص بخار، بص بخار عامل ازاي يا دكتور؟ اهو اهو اهو، بص بخار، بص بخار اهو، شايفه؟ شايفه دكتور عبد الرحمن؟ شايفه ولا ايه يا دكتور عبد الرحمن؟ شايفه ولا ايه؟ باين؟ يبقى زود لي انت بقى شويه بخار والنبي، ماشي؟ بص بص يا اولاد، هنا دلوقتي اصبحت الميه اللي موجوده عندنا في حاله ايه؟ في حاله غازيه. ليه؟ لانها فيها ميه حصل لها غليان. انا عرضت الميه يا دكتور الى درجه يلا هوبا امسك. اذا كده يا دكتور انا عرضت الميه الى درجه من الغليان. يعني بص بص بص، جبت كده حاجه زي فليم، زي مثلا حاجه زي بوتاجاز كده عند حضرتك، وقمت معرض له يا استاذ الى نار ارتفاع في درجه الايه؟ الحراره. طب يا استاذ بص بعد اذنك كده، انا كده عملت ايه؟ اكتب ايه اهو؟ بخار. كده انا عملت ايه؟ في الاول خالص اتكلمت معاك على حالات الماده، قلت يا استاذ ان حالات الماده اللي موجوده عندنا عباره عن 3 حالات، اما حاله صلبه، اما حاله سائله، اما حاله غازيه. وبعدين رحت اعمل شويه تجارب. طبعا انت يا استاذ ما تذاكرش بالطريقه دي، ما تنزلش بالعمود كده. يعني الحاله الغازيه مش دي حاله صلبه، انا هنا كنت بقسم لك حالات الماده: صلب، سائل، غاز. طيب خدنا الحاله السائله بتاعت الميه، ادي الشكل بتاعها، بص ميه سائله في الكوبايه. الميه دي يا استاذ قمت انا عملت لها ايه؟ عملت لها غليان. يعني عرضتها لكام درجه؟ 100 درجه. قامت تحولت الى حاله بخاريه، يعني حاله غازيه. اصبحت الميه هنا في حاله غازيه. مش شعب الكلمه اللي فوق ده ايه؟ انا عارفك اقسم بالله العظيم انا عارفك. انا هنقل الحالتين ده هم عشان وانت بتذاكر. دي حاله ايه؟ غازيه اهو، انا عارفك غازيه. ودي حاله ايه؟ صلبه. بيتهيألي كده انا بتعامل على اساس ان احنا الله اكبر علينا، الله حكايتنا خالص. يبقى انا كده قسمت الحالات بتاعتنا الى سائل، صلب، غاز. سائله عملت لها تجمد تحولت الى حاله صلبه، سائله عملت لها غليان تحولت الى حاله غازيه. الله اكبر عليك. ذوبان ملح الطعام في الميه. ملح الطعام ده يا استاذ انا وانت عارفينه يا صاحبي ودرسناه قبل كده مع بعضينا. حتى لما كنا بنيجي نقول كده هو ملح الطعام ده رمزه ايه او اسمه ايه، كنا بنقول اسمه كلوريد الصوديوم. وكنا بنقول ان الرمز بتاعه عباره عن ان ايه؟ صوديوم اهو، Cl، كلوريد الصوديوم. بينما الميه يا اخواتي كان الرمز بتاعها H2O. عايز يا دكتور، عايز اقول لحضرتك ان الكتاب بتاعك رزعك معادله في وشك خاصه بالجزئيه بتاعت ذوبان ملح الطعام دي. ازاي يعني؟ تعالى اوريك المعادله الاول. شوف، سمي الله، صل على رسول الله، يلا بينا. بيقول لك يا استاذ لو انا عندي مثلا ال NaCl اللي هو كلوريد الصوديوم ده،
وانا عملت له يا اولاد ذوبان في الميه ال H2O، هيطلع بره عندنا او هيتكون عندنا حاجه اسمها الصوديوم هيدروكسيد. ركز يا واد، ما بين كلوريد الصوديوم والصوديوم هيدروكسيد، بين كلوريد الصوديوم والصوديوم هيدروكسيد، ويطلع في الاخر يا استاذ اهو، او انت بتقول عليه هيدروكسيد الصوديوم، هيدروكسيد الصوديوم وكلوريد الصوديوم، هيدروكسيد الصوديوم وكلوريد الصوديوم، فرق بينهم الاثنين. ويطلع بره يا استاذ عندنا ال HCl او حمض الهيدروكلوريك. ايه ده بقى الكلام ده؟ تعالى وانا اقول لك على الهادي، واحده واحده عليا وحت عينيا. استاذ انا عايز اعرف اللي انت كتبته ده عباره عن ايه؟ المعادله دي اجيبها ازاي؟ تيجي ازاي في الامتحان؟ اولا بسم الله، سمي الله، صلى على رسول الله. تعالى وانا اقول لك. انا اقدر اوصف في الامتحان اجيب لك المركب او المعادله دي كلها، واشيل مثلا المركب ده، يعني بص كده، اشيل المركب ده كده 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 كده، واقول لك مثلا المركب ده رقم 1، واقول لك ماذا يمثل المركب رقم 1، او اشيل ده او اشيل ده. طب اعمل ايه؟ المعادله دي جت ازاي؟ تعالى وانا اقول لك. مين ده يا اخواتي؟ انت سميتوا لي من شويه ايه؟ كلوريد الصوديوم، يبقى ده عباره عن كلوريد الصوديوم. الله اكبر عليك. استاذ كلوريد الصوديوم اللي موجود عندنا ده رمزه ايه؟ NaCl. عايز اعرف لما يجي يتفكك، يعني لو انا خدت المركب ده لا مؤاخذه كده ونزلت بيه تحت هنا NaCl، لما يجي يتفكك او يتكسر كده، انا عايز اكسره، يتكسر الى كام ايون؟ 2. يتكسر يا اخواتي الى واحد اسمه صوديوم، ويتكسر يا اخواتي الى واحد اسمه كلور. اهو انا كسرت المركب ده الى الصوديوم والى الكلور. طب عايز اعرف الصوديوم ده بياخد اشاره ايه؟ من اعدادي وانت عارف بياخد اشاره موجبه، والكلور بياخد اشاره سالبه. طبعا يا استاذ لو انت بقى مش عارف الكلام ده فانت عندك مشكله في اعدادي، ولكن ما تقلقش، لو انت عندك مشكله انا هرجع اشرحها لك قدام شويه ان شاء الله، وانا بشرح الجزء بتاع المعادلات وهدي لك نبذه عنها. بس انت في اعدادي سمعت عن حاجه اسمها الجدول الدوري، صح ولا غلط؟ والله العظيم سمعت عنه. سمعنا عن حاجه اسمها الجدول الدوري، وعرفنا ان الصوديوم ده كان موجود عندنا على شمال الجدول، فكان بيحتوي يا استاذ، او كان العدد الذري بتاعه 11، بيتوزع في الاوربيتالات 2 8 1. ايه الكلام انت بتقوله ده يا دكتور؟ بقول لك يعني هو بيفقد في الاخر 1 الكترون. يعني ايه مش فاهم؟ عشان كده بياخد اشاره موجبه. لذلك يا استاذ الرابطه اللي نشات بينهم هنا هي عباره عن حاجه اسمها الايونيك بوند، الرابطه الايونيه اللي بتنشا نتيجه فقد واكتساب، فقد واكتساب. انا تهت. ايه ده؟ فقد واكتساب؟ اوربيتالات؟ بتقول ايه؟ ولا كانك سمعت حاجه خالص دلوقتي. المفروض انك سمعت الكلام ده في الجدول الدوري في اعدادي، ولكن دلوقتي مش مشكلتي انا خالص. انا مشكلتي دلوقتي اعرف، وكل مركب هديهولك هقول لك الايون بتاعه اشارته عامله ايه، فتبقى عارفه من دلوقتي. الصوديوم اشارته موجبه، والكلور اشارته سالبه، فوق حاجه. انت جايب ده بقى تدوبه فين؟ في الميه. طب رمز الميه H2O. الله عليك. لما اجي يا استاذ اعمل لها تفكك كده تحلل، بلاقي يا استاذ ان بيخرج عندي اتش لوحدها واتش يا استاذ، ادي الميه تفككها. فالاتش او الهيدروجين بياخد اشاره موجبه، بينما مجموعه الهيدروكسيل او تبقى الهيدروكسيل تاخد اشاره سالبه. هنا بقى في كان بيقول لك ايه يا استاذ؟ الاقطاب المتشابهه تتنافر والمختلفه تتجاذب. يعني ايه يا استاذ؟ يعني لما اجي اعمل ارتباط دلوقتي بالمركبات اللي قدامنا دي، بص بص بص، الموجب يمسك مع السالب، ما يمسكش مع الموجب، يمسك مع السالب، فيطلع مركب اسمه NaOH. مين ده يا دكتور؟ ده اسمه هيدروكسيد الصوديوم. الله، شفت انا كونته ازاي؟ شفت تفصيله المعادله بتاعتي عامله ازاي؟ تاني، الكلور ده اشارته ايه؟ سالبه. ينفع يمسك مع السالب؟ لا. امال يمسك مع مين؟ مع الموجب. فالمركب اسمه HCl. ادي يا باشا ال HCl. مين ده يا دكتور؟ اسمه حمض الهيدروكلوريك. طبعا بقى يا استاذ في حاجات كتير وتفاصيل كتير انا مش عايز اعرفها دلوقتي، ولكن انا ممكن اكتب لك بس كلمتين تبقى عارف ان ال HCl هو عباره عن مركب حامضي، بينما ال NaOH ده عباره عن مركب قلوي او مركب ايه؟ قاعدي. إيه اللي خلاك بقى تقول لي حامضي؟ وايه اللي خلاك تقول لي قلوي؟ لا لا لا، ده بقى خاص بحاجه اسمها البي اتش، وده موضوع كبير قوي قوي على حضرتك، وده نبقى نقوله ان شاء الله مع بعض قدام شويه. ده كده المعادله اللي موجوده عند حضرتك يا استاذ في الجزء بتاعنا. الله اكبر يا اخواتي، احنا كده بفضل الله عز وجل الف حمد وشكر لك يا رب وصلنا لنهايه الجزء او المحاضره بتاعتنا. طب يا دكتور احنا كده خلصنا الجزء الاول او الكورس التمهيدي وخدنا شويه معلومات. والله العظيم ان كل معلومه انا قلتها مهمه، والله العظيم كل معلومه قلتها انا محتاجها. عشان خاطر يا دكتور اكتب ورايا، اكتب بس ورايا، جرب اكتب يا اخي ورا التهامي من اول حصه لحد اخر حصه، من اول محاضره لاخر محاضره. والله العظيم لا في اخر السنه تقول الله يبارك لك وتخش تقفل الامتحان بتاعك بما يرضي الله وبفضل الله علينا يا رب، وربنا يديمها لنا نعمه. اذا
انا مش طالب منك اي حاجه غير انك يا استاذ يعني تكتب المحاضره دي ورايا، تقعد تذاكرها كويس، هتلاقي محاضره سهله ومحاضره بسيطه يعني، ودعمني واعمل لي سبسكرايب يعني لو المحاضره عجبتك. ولو عجبتك اكتر اكتب لي كومنتس مثلا حلو. ولو عجبتك اكتر يعني مثلا انت ممكن تكتب حلمك ايه في الكومنتس عندنا. يعني قولي مثلا نفسي ابقى دكتور صيدلي، نفسي ابقى دكتور بشري، دكتور اسنان، مهندس، رجل اعمال، اي حاجه يعني، صايع حتى اكتبها. المهم يعني تبقى تحسسني ان انت يعني متفاعل معايا. اكتب لي كده اي حاجه، قولي المحاضره رايك فيها ايه، اكمل ما اكملش، مش عارف اقول لك ايه، ولكن اقدر اقول لك ان لو انت اي طالب من الجيزه اسال على التهامي فين اماكنه وانزل احضر في قلب السنتر قدامي. لكن طبعا تحيه كبيره قوي 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 لحبايبنا طبعا بتوع اسكندريه، وحبايبنا بتوع الصعيد، وحبايبنا بتوع الاسماعيليه وبتوع السويس وبورسعيد. ربنا يكرمكم يا رب يا اخواتي. احنا كده في نهايه المحاضره بتاعتنا. هسيب لك تحت في الديسكريبشن تحت اللينك بتاع البيج بتاعتنا بتاعت الفيسبوك وبتاعت الايه الجروب. ضروري انك تتابع لينك البيج، هينزل عليها المحاضرات بالتفصيل والامتحانات بتاعتنا والمواعيد بتاعتها وكل حاجه. ربنا يوفقكم يا اخواتي، ويا رب يا رب يا رب اشوفكم احسن حاجه في الدنيا. السلام عليكم ورحمه الله.